النهارده هنعمل وصفة التشيز كيك. المقادير معانا 300 جرام بسكوت مع 150 جرام زبدة، 100 جرام جبنة مكعبات، 250 جرام جبنة كريمي، 70 سكر ويكون بودر، 250 جرام كريمة حلويات ويا ريت تكون سادة، 100 جرام كريم شانتيه سادة. الوصفة دي من أحلى الوصفات ومن أنجح الوصفات. هنجيب الكبة طبعا، هنحط البسكوت في الكبة، هنفرمهم، هننقل البسكوت وابدا احط الزبده بالتدريج. انا حطيت هنا الزبده مع البسكوت وهو بيتفرم في الكبه، وبعدين نص المقدار التاني كملت عشان اشوف البسكوت، عشان لو ضغطنا على البسكوت كده وتكون في ايدي يبقى هو كده تمام، عامل زي الرمل المبلول اللي هو يتكون في ايدك وبعدين تحس ان هو مفرول. وبعدين هنجيب الصينيه، هنجيب ورقه زبده عشان دي هتسهل علينا طلوع التشيز كيك، وهظبطها كده. هاخد اعملها مثلث وهاجي في نص الصينيه بالظبط او نص قطر الصينيه، وهقصها احطها في الصينيه، في ارضيه الصينيه، وهنزل بالبسكوت وهضغط عليه وهحطه في التلاجة عشان يبرد ويتماسك. هنجيب بقى العجان او المضرب الكهربائي في الوصفه دي اي حاجه، وبعدين هنحط كريمه الحلويات وهنضربها، وهنحط عليها كريم شانتيه وهنضربها لغايه ما يتخفقوا مع بعض والقوام بيزيد الضعف. هنجيب الجبنه الكريمي مع السكر البودر ولازم نضربهم هنا في الكبه، عشان لو اتضرب بمضرب سلك او بالمضرب الكهربائي او العجان هتعمل معانا حبيبات ومش هتبقى حلوه خالص، والحبيبات دي هتفضل في قلب التشيز كيك ومش هتبقى كريميه. ضربناهم زي ما انتم شايفين القوام عالي قوي، القوام بقى كريمي. هنحط الخليط على بعضيه ونضربه تاني مع الجبنه، وهنحطه في الصينيه طبعا لازم نحطها في التلاجة لمده 4 ساعات او اكتر. وبعدين حابين تزوقوها باي توبينج باي صوص براحتكم. انا هنا قسمتها ل8 مثلثات متساويين، وكل مثلثين زوقتهم بحاجه. انا عندي هنا شوكولاته غامقه وشوكولاته بيضه، وعندي صوص فراوله، وعندي بسكوت مفروم، انت عندك لوتس، عندك اي حاجه انت حابه تعمليها. وبالاكياس بتاع الحلواني او الاكياس بتاع التلاجة العاديه هنحط فيها الصوص وهنبتدي نزوق. سهل قوي ان احنا نزوق بيها بتدي شكل حلو قوي. انا كان عندي بقى اللي هي العلب بتاع المحلات اللي بيقدموا فيها التشيز كيك، ودي بصراحه يعني بتبقى حلوه قوي للاطفال وللكبار برضو. احنا هنا هتشوفوا سمك التشيز كيك عامل ايه وسمك البسكوت. انا قطعت هنا قطعه، انتوا شايفين السمك عامل ازاي، السمك حلو قوي مع سمك البسكوت. هي حطيتها وزوقتها كمان، حطيت عليها صوص شوكولاته، وبألف هنا وشفاء عليكم.